السلام عليكم على احلى واجمل اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. انا لسه بقى جايه كده من السوق، بس الاسعار بصراحه اوفر قوي. انا كل مدى والاقي الاسعار غليت عن الاول. انا جايبه الطماطم جايباها ب25. كان في اللي هي بتاع الصلصه بقى دي ب20، لكن بتاع السلطه دي الجامده، لكن بتاع السلطه اللي هي جامده بتبقى ب25. وجبت البطاطس دي جايباها ب25، الكيلو ب25. بعد ما جبت كده ومشيت بشوية لقيت في واحد قاعد بيبيعها دي برضو ب20، فقلت هجيب مش مشكلة، لان انا زي ما قلت لكم الحاجات دي بتقضيني 15 يوم وممكن اكتر كمان. البطاطس انا جايباها ب25 ودي ب20. الليمون بقى جايبة كيلو الا ربع ب5، وكان الكيلو ونص ب10، فانا مش بستخدمه كتير الفترة دي، فجبت كيلو الا ربع ب5 بس. الفلفل الاحمر ده انا جبته برضه عشان عايزه اعمل هريسه شطه كده. الفلفل الاحمر ده جبته جايبه ب25 جنيه الكيلو. والبصل ده انا جايباه كيلو ب15. كان في منه الابيض، بس الابيض الكيلو كان ب20. البصل برضه سعره رفع فجأة، وكل البياعين بيقولوا ان هو لسه سعره هيغلى تاني، يعني لو حد عايز يجيب يلحق يجيب كده شويه يحطهم عنده. وجبت برضه البطاطا دي جايباها كيلو ونص ب10. انا بالنسبه لي بحب البطاطا، بعتبرها زي الفاكهه كده. وفلفل وشطة انا جايبة الكيلو من ده ب20. وجايبة الخيار الكيلو من ده ب10. كان في اللي هو الاصغر منه شوية كان ب15، بس انا بالنسبة لي ده حلو مش وحش. احنا كده كده بنقطعه على السلطة. وجبت برضو الخضرة دي كده جايبة الاربع ربط دول ب10. وجبت الجرجير ده جايبة الربطة بجنيه برضو. ما شاء الله اللهم بارك. جبت الكرنباية دي جايباها برضو ب20، بس ما شاء الله كبيرة، حجمها كبير. وجبت برضو الكوسة ب10. والبتنجان ده جايباه كيلو ونص ب10. الفاكهة بقى انا جبت برتقان ورمان وتين، لان زي ما قلت لكم انا بنزل كل 15 يوم، فلما بنزل بحب اجيب بصراحة فاكهة بزيادة. البرتقان انا جايباه كيلو ونص ب10. وجبت برضو الرمان، جايبة الرمان الكيلو ب15. والتين برضو انا جايباه ب15. بس بصوا ما شاء الله حباية من حباية. بس واللحمة دي انا جايباها ب250. على فكرة اللحمة دي كبيرة، بس هي سعرها كده عندنا. اداني برضو الماسورة دي بتعمل شوربة نخاع بتبقى حلوة قوي، دي كده من غير اي حاجة. وجبت الرنجة دي، الرنجتين دول ب50، والراجل مديني السردينية دي هدية، لان هو اصلا انا باخد منه على طول. وجبت برضو كيلو سمك، السمك ب100 جنيه، بس انا حطيته بصراحة في الفريزر مش عايزة اطلعه بقى تاني عشان برضو ما بهدلش الدنيا. وجبت برضو ازازة الزيت من دي، جايبة الازازة من دي ب55، حجمها لتر. حجمها لتر. والازازة دي بتقضي برضو شوية معايا، هي حجمها حلو مش وحش. وجبت لفة الجلاش دي جايباها ب15. وجبت بقى البسكوت بالتمر ده، العلبة دي انا جايباها ب50. بيبقى حلو كده للفطار، بيبقى حلو كده لما الواحد بيبقى صاحي ملوش نفس مثلا ياكل. انا حتى اول مرة اجربه معاكم هشوفه برضو طعمه حلو ولا وحش. طعمه حلو على فكرة مش وحش. انا جايبة العلبة فيها 12 كيس ب50 جنيه، يعني الكيس واقف فيها اقل من 5 جنيه. طعمه حلو على فكرة مش وحش. وجبت بقى شوية كده حاجات من العطار. جايبة الخلطة دي كريسبي على فيجيتار على بقسماط. الخلطة دي بقى بتنفع في البانيه، او بتنفع في الاستريبس، او بتنفع في المصنعات، بتبقى حلوة. انا جايبة شوية دول كده ب20 جنيه. وجبت البرغل ده برضو جايبة بنص كيلو ب20. وجبت كيس التوابل ده، فيه جوز الطيب، فيه كوبيبة صيني، فيه كزبرة، فيه فلفل اسود، فيه كمون، فيه ورد، فيه قرفة. مجموعة توابل كده مشكلة من عند العطار. انا جايبة الكيس ده ب10. وجايبة القرفة دي برضو ب5. وجبت الفلفل الاسود ده جايبة الكيس ده برضو ب5. انا بحب اما اجيب التوابل اجيبها كده سليمة، واديها تحميصة، وبعد كده افرمها بتبقى ريحتها حلوة قوي. وكمان اللي هي التوابل الناعمة احنا مش ضامنين هم حاطين فيها ايه، فانا بحب اجيب الحاجات كده تبقى سليمة انا افرمها كده بايدي. وجبت كده دي مرقة دجاج بودر، ساعات بعوزها برضو في المصنعات بتاع الفراخ. وجبت كيس السمسم ده برضو جايباه ب10. والشوكولاتة الفرماسيه دي برضو جايباها ب10.
دي بقى كانت المشتريات بتاعتي بتاع الاسبوعين الجايين ان شاء الله. انا زي ما قلت لكم بنزل كده كل 15 يوم، مرتين في الشهر، حلوة قوي، مش بنزل تاني اكتر من كده. كده بقى خلصت الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.